يحتج بقضاء الله وقدره في المعائب ويحتج به ايه في المصائب. طيب كيف يوحد العبد ربه بالمشيئة في الحاضر؟ قال الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى في الحاضر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب في المستقبل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا استقرت هذه الحالات الثلاثة في العبد، في الماضي قدر الله ما شاء فعل، في الحاضر بسم الله ما شاء الله تبارك الله، في المستقبل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا فعل العبد هذه الأمور الثلاث كده موحد توحيدا صحيحا بالنسبة لمرتبة المشيئة في مراتب القضاء والقدر. أما إذا اختل فعلى قدر الخلل يكون الانحراف في مسألة القضاء والقدر. يقول أخونا: زوجتي وضعت مولودا في العام الماضي 15 رمضان، نسأل الله أن يبارك لك فيه، ومنذ بدء رمضان لم تصم إلا يوم واحد تقريبا، وهي الآن ترجع مولودها وتستطيع الصيام قبل شهر رمضان، فماذا عليه وما يفرض عليه الشرع؟ في هذه الحالة الأصل أنها تصوم إذا انقضى العذر الخاص بها وهو الرضاعة أو الحمل. فإن وجدت أنه يعني يتعذر عليها الصوم فلها أن تطعم عن كل يوم مسكين، وإذا ذهب العذر في وقت من الأوقات فينبغي عليها أن تصوم. يقول أخونا: لاحظت كثيرا من الإخوة ينتقدون الشيخ محمد سيد رسلان ويحذرون منه ومن منهجه، حتى أني كنت أجلس مع بعض الإخوة فقال إني كنت أسمع الشيخ وأحبه وأستمتع بخطبته، ولكن بعد الأحداث الجارية لم أعد أسمعه أبدا، فأرجو توجيه النصح. أقول لمن يفعل هذا في الشيخ رسلان وغيره: جهز نفسك للوقوف بين يدي الله عز وجل. ده شعور غير كده. الرجل أعني رسلان سلفي قح من منبت شعره إلى أخمص قدمه، والرجل نعرفه عن قرب وبيننا وبينه مودة، ونحسبه إن شاء الله على خير، ونحسبه من الراسخين في العلم، ومن وجد عليه شيء فأنا بدلا منه أنافع عن كلامه وعن معتقده على قدر استطاعتي. أما أن يصل بنا الحال لأن الشيخ تكلم بكلام لا يروق لك أن تفعل به هكذا، ما حجتك وما دليلك؟ لذلك احذر أخي الفاضل أن تنزلق في هذا المزلق الخطير، احذر. فلحوم العلماء مسمومة ونحسبه عالما، وسنة الله عز وجل في من انتقص منهم معلومة، فاحذر أن يجعلك الله عز وجل آية وعبرة. فإن وجدت على الشيخ شيء أنا بقولها لك اهو، قل لي، وإن استطعت أن أدافع سأفعل، وإن شاء الله سأستطيع، وإن عجزت وعد مني أنا إن أردت أن آخذك بيمينك في دابتي وأوصلك تجلس مع الشيخ وعندها تكلم. أما أن يكون هو ده الحال، سمعت فلانا تكلم بكلام لا يروق لي، إياكم أن تسمعوا له. من أنت؟ من أنت؟ وما الذي وجدته على هذا الشيخ أو غيره من أهل العلم؟ وهل يوجد أحد على وجه الأرض ثبتت له العصمة أو ادعى العصمة؟ فالزم غرزك أيها الرجل واتق الله ربك، فغدا نقف جميعا بين يدي الله عز وجل ليقتص للمظلوم من الظالم. فاحذر أن تقع في هذا، وعندها يؤخذ من حسناتك وأنت في أمس الحاجة إليها. نكتفي بهذا القدر ونصلي إن شاء الله صلاة المغرب ونستأنف دروسنا، ونسأل الله عز وجل